هل الفيتامينات مضرة؟ بتاخد فيتامينات ومكملات كل يوم ومبسوط؟ استنى بس، يمكن تكون بتضر نفسك ومش واخد بالك. تعال اقول لك. النهارده هنتكلم على حاجه بقت ترند، هي الفيتامينات والمكملات الغذائيه. هل انا فعلا محتاج اخدها؟ هل جسمي محتاجها على طول ولا لا؟ بص يا سيدي، خلينا نتفق على حاجه، مش كل الاجسام محتاجه تاخد مكملات غذائيه. لو انا بدي لجسمي فاكهه، خضار، اكل فيه بروتين، اكل فيه كالسيوم، غالبا مش محتاج اخد مكملات غذائيه. في بعض الحالات اوقات الدكتور بيحتاج يعمل تحاليل ليك عشان يقدر يعرف اذا كان جسمك ناقص فيه شويه فيتامينات ولا لا، زي مثلا فيتامين د. الخرافات اللي احنا بنسمعها يقول لك ايه، خد الحبايه دي بتقوي المناعه، بس الحقيقه ان المناعه ما بتتقويش من حبايه، ده نظام كامل مستمر عشان يقوي المناعه حبه حبه. يقول لك مثلا خد ما تخافش الجسم هيطرد الزياده، بس مثلا فيتامين زي الف ودال دول ممكن يسببوا تسمم للجسم لو خدت منهم زياده. في واحد تاني يقول لك ايه، خد منه ده 100% امن. الحقيقه بقى انه مش دايما كل حاجه هي 100% امنه، لانه جسمك احتمال يكون انت بتاخد دواء بيتعارض مع الفيتامين اللي انت بتاخده. نتعلم من هنا ايه بقى، اسال قبل ما تبلع. مش كل حاجه مكتوب عليها طبيعي دي امنه لجسمك، خصوصا لو انت بتاخد ادويه تانية. اكتب لي في الكومنتس لو انت عندك سؤال عن الفيتامينز والمكملات وانا هجاوبك عليها الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا وعايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الحلقه اللي جايه.